السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشني جدا. يلا كده النهارده هنعمل مع بعض كيكه سهله وسريعه وبسيطه كده، ثواني. كيكه بالزبيب حلوه وسهله. معايا كوبايتين ونص دقيق. معايا، اللهم صل على سيدنا محمد. الدقيق دوت منخول طبعا. نص كوبايه زيت، كوبايه سكر، 3 بيضات، بيكنج باودر، فانيليا، زبيب، وميه علشان اعجن بيها، من غير لبن، من غير اي حاجه. سهل وبسيط وهنعمله في ثواني. اللهم صل على سيدنا محمد. نجيب البوله بتاعتنا اللي هنشتغل فيها. ما تنسوش اللايك يا جماعه، ومشاهده حلوه كده، ربنا يبارك لكم. اول حاجه نكسر، بص هو سهل جدا. هنكسر الثلاث بيضات كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالخليط كله. هنزل بكل حاجه على بعضيها واضربها بالمضرب، وممكن برضو تضربيها بالمضرب العادي. كله كده. ادي نزلنا بالبيض والفانيليا. اللهم صل على سيدنا محمد. هننزل بكوبايه السكر ونص كوبايه الزيت. طبعا لازم يكون زيت حلو كده ملهوش ريحه. وهننزل كمان بتلات ارباع كوبايه ميه. لو عايزه تحطي حليب يا ريت، يعني هيبقى كويس جدا، بس دي يعني عشان اقتصاديه كده بالميه، وهتبقى حلوه جدا وهشه جدا. وديت معلقه خل. ما تنسوش اللايك يا جماعه، ولو حد بيشوفنا لاول مره وعجبه الفيديو واخد جوله كده في القناه وعجبته، يشرفنا بالاشتراك كده وينضم لاسرتنا الصغيره ديت ان شاء الله، واكبر بيكم ومعاكم باذن الله. والله انا بشوف يعني بشاهد كويس، وان شاء الله كده يعني كلنا كده نكون عون لبعضنا باذن الله. زي ما انتم شايفين كده اهوت. ضربتها بالمضرب اللي هو الكهرباء. ما فيش مضرب كهرباء، بالمضرب العادي عادي جدا، بمعلقه كده، وتضربيها كويس لحد ما تحسي السكر داب فيها خلاص. بيكنج باودر، الباكو كله طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. ونبدأ ننزل بالدقيق شوية شوية. طبعا ما بننزلش بالدقيق كله، يعني انا حاطه كميه دقيق بس بنزل بالدقيق، يعني انا حاطه كوبايتين ونص، جايز ما احتاجش الكوبايتين ونص، يعني بشوف هاخد قد ايه. عشان كده انا ما بحطش البيكنج باودر على الدقيق. حط البيكنج باودر على على الخليط لوحده، وبعدين انزل بقى بالدقيق تدريجيا. عشان ما لو انا ما احتاجش الدقيق كله وانا حاطه عليه البيكنج باودر، يبقى هسيب دقيق بالبيكنج باودر ملهوش لازمه. هنزل كمان بشويه من الدقيق. اهي تقريبا اخدت معايا حوالي كوبايتين دقيق على السائل اللي انا كنت عاملاه. وبرده بالمضرب كده، من غير ما نوسخ اي حاجه، من غير اي حاجه، من غير ما نتعب نفسنا. اذا يعني في حاله ما اذا مثلا حطيت شويه، يعني حطيت دقيق وطلع الدقيق كتير شويه، عادي ممكن احط مثلا ربع كوبايه ميه، معلقتين ميه، وارجع اضربه تاني. المهم توصلي للقوام اللي انت عايزاه، اللي هو القوام المعقول، لا هو تقيل ولا هو الخفيف. يطلع كده معايا في المضرب زي بوز البطه شويه. اللهم صل على سيدنا محمد. نجيب بقى قد، يعني قد 3 4 معالق كده من الزبيب ونقلبها فيه. بيبقى انا بحبها جدا بالزبيب، بيبقى طعمه لذيذ كده جواه. طبعا ما بنحطوش في الاول، احنا مش عايزينه يتفرم، احنا عايزينه يعني يفضل موجود كده جوه العجينه. بس تقليبه كده، تقليبه في العجينه. جيب بقى قالب كده مدهون طبعا، او في صينيه، في الحاجه اللي انت عايزاها. بس يعني انا حطيته في القالب من باب التغيير يعني. ما نملاهوش قوي، تلتينه كده تقريبا. اللي هيفيد مني بقى احطه في اي حاجه صغيره عادي واسويه. الفرن بقى انا مشغلاه على 180. لازم يبقى سخن قبل كده ما تتحط فيه. بس بتستوي في ثواني. بس فرن يعني كل فرن وله درجة حرارته.
اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، ادي ال اسمه ايه القالب. واللي بقي كان عندي طبق كده ألمونيا حطيته فيه، اللي بقي عمل لي الجزء الصغير ده. وطبعا بنختبره بالخله اللي هي بخله او بالعصايه بتاعت شيش تاووك، هش جدا وجميل، تحفه ما شاء الله، جميله بجد. جربوها وهتعجبكم باذن الله. وزي ما انتم شايفين كده، لا وسخنا مواعين ولا عملنا اي حاجه، بسرعه بسرعه، وتحفه مع كوبايه شاي. وان شاء الله اسمع رايكم، وتصبحوا على الف خير يا حبايبي.